ازاي بيست بوي بيتحول الى حيوانات؟ كلنا عارفين بيست بوي، لكن مش كلنا عارفين هو ازاي يتحول من انسان عادي الى بطل خارق. اسمه الحقيقي جارفيلد لوجان. بدأت القصة لما كان طفل صغير عايش مع والده ووالدته في افريقيا. هم علماء في الاحياء وكانوا بيحاولوا يكتشفوا علاج لأمراض نادرة. وفي يوم جه لجارفيلد مرض نادر ومميت، وما جاش لأي إنسان أو حيوان وما ماتش منه، ما عدا حيوان واحد بس، القرد الأخضر. فبدأ والد جارفيلد يستخدم علاج على جارفيلد معتمد على الدي ان ايه بتاع نفس القرد، وده خلى جارفيلد يتحول للقرد لمدة 24 ساعة، وبعدها رجع إنسان تاني لكن فضل لونه أخضر، وبقى يقدر يتحول لأي حيوان يعرف شكله أو شافه قبل كده، سواء كان حيوان معروف أو منقرض. دي أول قصة. في قصة تانية مش مختلفة أوي عن دي، لكن الفرق إن بدل ما جاله المرض من العدم كده، إن القرد الأخضر ده عضه فجاله المرض واتعالج بنفس الطريقة، وفي الحالتين جارفيلد بقى بيست بوي اللي كلنا نعرفه. يبقى كده انت عرفت